يا سيدي يا حبيبي. من الواضح كده إن الفنان أحمد سعد بقى مبسوط بالانتقادات اللي بيتعرض لها من المتابعين مع كل ظهور ليه، سواء حفلة فنية أو مهرجان أو حتى بسهرة خاصة. المرة دي أحمد سعد تخطى كل الحدود وظهر في بغداد بالعراق لما زار مسجد أبي حنيفة النعمان وهو بيغني وماسك سبحة قدام المقام. الحركة دي كانت كفيلة إن المتابعين ينتفضوا ضده ويقولوا إن ما ينفعش أي فنان يغني في المسجد أو حتى يعمل الحركات دي، وإن المسجد للعبادة فقط مش لأي حاجة تانية. في حين إن في ناس دافعت عن أحمد سعد وشافوا إنه ما كانش بيغني ولا حاجة وهو كان بينشد بس، ودي عادة مشهورة في المساجد، يعني ما عملش حاجة غلط. وما بين مؤيد لتصرف أحمد سعد ومعارض ليه، اتجاهل هو كل الجدل ده ورفض يرد وأعلن عن تعاونه مع شركة روتانا واحتفل بالمناسبة دي، وما كانش عايز يضايق نفسه بأي تعليقات سلبية. أخيرا إيه رأيكم في تصرف أحمد سعد اللي أغضب المتابعين؟